أهداف دون رد في مستهل مشاركته ضمن المجموعة السادسة. المنتخب المغربي انتظر إلى حدود الدقيقة 30 يدون هدف السبق عبر قائده غانم سايس قبل أن يكمل المنتخب التنزاني المواجهة ب10 لاعبين بعد طرد نوفاتوس ميروشي. نقص عددي استغله أسود الأطلس لمضاعفة الحصة بطريقة رائعة عن طريق المتألق عز الدين أناحي. بعدها نجح المهاجم يوسف نصيري في تدوين الهدف الثالث للمنتخب المغربي في الدقيقة 80. للاقتراب أكثر من هذا الفوز الأول المنتخب المغربي ينضم إلينا موفد قنوات بين سبورتس مهدي فودي من مدينة سان بيدرو الإيفوارية. مهدي، بداية ولا أروع على المنتخب المغربي في مستهل هذا الكان، ثلاثية نظيفة، الاطمئنان على التشكيل، وبالتالي 3 نقاط مهمة جدا تضع المنتخب المغربي على أعتاب الدور الثاني. الحمد لله إسلام، من دون مفاجآت المنتخب المغربي ينطلق بقوة في المنافسة الإفريقية. فوز مهم جدا سيمكن المجموعة من التحرر من الضغط واكتساب مزيد من الثقة في ردود الفعل. وليد الركراكي المدرب صرح لنا بأن المباراة كانت تحتاج لتوزيع وتقسيم الجهد على فترات، وشاهدنا كيف تحررت المجموعة بعد تسجيل الهدف الأول بعد النصف ساعة. ربما التوقيت ساعد المجموعة على التحرر من الضغط وعدم الدخول في حالة من الشك والدخول رسميا في المنافسة. نتيجة 3-0 ستساعد المنتخب من أجل المضي قدما في قادم المباريات. طبعا المباراة الثانية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية ستجرى في توقيت ربما صعب، في ظروف مناخية أصعب بكثير من اليوم. اليوم كانت الحرارة طبعا مرتفعة والرطوبة عالية، لكن يوم الأحد المباراة ستجرى على التوقيت الثانية بعد الزوال بتوقيت سان بيدرو، وبالتالي الظروف ستكون صعبة. ستحتاج المجموعة إلى تقسيم مرة أخرى الجهد على فترات في المقابلة من أجل تحقيق الأهم والمبتغى والظفر بالفوز الثاني، ولما لا الترشح للدور الثاني. فبكل تأكيد تضعه كمرشح أول للقب هذه البطولة بعد الإخفاقات العربية شاهدناها في الأيام الماضية في كأس إفريقيا. اليوم المغرب لم يعطي المجال المنتخب التنزاني لإحداث أي مفاجأة، ضرب بقوة 3 نقاط ثمينة. المنتخب كان حاضر، تحدى الحرارة، تحدى الرطوبة، وتغلب على كل الظروف. نعم، المنتخب المغربي كان محظوظ لأنه استفاد من دروس تاع المنتخب الجزائري والمصري والتونسي، لأن كانت دروس مستفادة. حتى المنتخبات الكبيرة، المنتخبات الكبيرة، الكاميرون، نيجيريا، يعني غانا حتى هي، يعني استفاد من دروس تاع يعني الإخفاقات تاع الفرق، وحاول أنه يعني يدبر المباراة بطريقة ذكية، لأن أهم شيء في المباراة هو تدبير المباراة بشكل ذكي. أنا بالنسبة لي لو قلت من هو نجم المباراة أقول لك أنا المدرب وليد الركراكي. صحيح، لأنه استطاع أن يدبر المباراة بطريقة ذكية، أقل جهد، 3 نقط بدون إصابة لعيبة، لأن شفنا حتى المنتخب التنزاني كان يدخل يعني كابتن هذا الهدف الثاني قصة هدف أناحي جميل، هدف جميل، هدف اللي فيه يعني طريقة ذكية في تمرير الكرات. هادو اوتوماتيزمات يشتغلوا عليها كيشتغلوا عليها المنتخب المغربي. كما كنتكلموا على المثلثات اللي كانت ما بين أناحي وما بين أناحي وزياش وحكيمي، هذه يعني من القوة تاع المنتخب المغربي، وهي المثلثات داخل يعني خصوصا في الثلث الأخير، لأن كانت اليوم فعالية كبيرة يعني في الثلث الأخير، لأن باش تسجل 3 أهداف على منتخب اللي هو أولا منتخب شرس، منتخب اللي يلعب بدفاع متاخر وبشراسه وبقوه. فهذه اشياء يعني ما يعملها الا منتخب اللي متمرس، منتخب اللي عنده اللي وصل لواحد قمه النضج التكتيكي اللي وصلته انه يعني يفوز بهذه الطريقه باقل جهد كما قلت، بدون اصابات، لان كما قلت كان تدخلات عنيفه. وثاني شيء انه يعني يفوز بالمباراه، وهذا بالنسبه لي لما كتفوز في المباراه الاولى فهي كتعطيك شحنه ذهنيه كبيره لمواصله يعني المباريات القادمه. كابتن، نعرف في هذه البطولات المجمعة ببطولة بحجم كأس إفريقيا عندما تخفق في أول مباراة كل سهام الانتقاد توجه لك. شاهد المنتخب المصري عندما تعادل مع موزمبيق سهام النقد. الآن المنتخب التونسي هناك حديث على أن المباراة القادمة لجلال القادري هي المفصلية، حتى المنتخب الجزائري، كل المنتخبات. الآن المنتخب المغربي بداية قوية تضعه في أبرز المرشحين إليه لهذه اللقب البطولة، خاصة بأنه رابع العالم في كأس العالم في قطر، وبالتالي أصبح الآن المنتخب المغربي هو المرشح الأول. مبدئيا بطولة كأس أفريقيا أنا برأيي يمكن كأس العالم هي الأهم، نعم، لكن بطولة أفريقيا للمنتخب اللي بده يفوز فيها هي الأصعب من ناحية الصعوبة. بعدة مرشحين
يعني نسبة كبيرة من المنتخبات مرشحة وبيعاني وفي صعوبات كثيرة اللي بده يحرز اللقب من حيث الفرق اللي بيواجهها، من ناحيه اللاعبين النجوم الموجودين، من ناحيه القوه الدفاعيه، الالتحامات، سوء ارضيه الملعب، سوء التحكيم، ظروف المناخ، كلها صعوبات ممكن يواجهها المنتخب اللي بده يفوز. فبالتالي هذه بطوله صعبه، واي منتخب بيروح على بطولات مجمعه وبيخسر بيدخل بدائره الشك والانتقاد اللاذع او اي اعلام او اي راي عام، بيكون مش عم بيكون واقع بكره القدم، لانه هذه كره القدم. من الممكن انك الارجنتين خسرت المباراه الاولى بكاس العالم، فازت بالبطوله صحيح، ومن بعض الاحيان واحده من شغلات عندما بتكون بتقدم دور الاول دور المجموعات بشكل جيد، بيكون بعكس دور ال16. نعم، هذا بعض المخاوف، لانك انت بتصبح الانظار عليك مسلطه، الفرق بتعمل لك حسابك، بتصير انت مطالب وتحت ضغط، والفرق بتصير تحاول تعرف كيف بدها تتعامل معك. فبالتالي المنتخب المغربي استفاد من سقوط الكبار اللي ذكرناهم، المنتخبات اللي قبله كاميرون ونيجيريا ومصر وتونس والجزائر وغانا، وحاول يكمل لنهى في المونديال كأس العالم من خلال الحفاظ على التركيز، على الشخصية، على الطموح. لأنه من بعض الأحيان من الممكن وقت ما بيكون معك منتخب بعشب النجوم وبتأدي بالمونديال بهذا الشكل، ممكن أمرات يصير في تراخي أو استسهال. لا، التركيز موجود، الشخصية قوية، الإرادة والحافز موجود، الذكاء التكتيكي عند المدرب موجود، التعامل بواقعية مع الفرق اللي عم بيواجهها. لاحظ المنتخب المغربي إضافي يعني أنا برأيي كان المفصل بالمباراة عز الدين أناحي كان سبب بطرد لاعب، وهو سجل الهدف الثاني لأراح المنتخب المغربي. ففي نجوم كتير كبيرة من الدفاع، من حراسة المرمى للهجوم، حتى على مستوى البدلاء. يعني انت بتلاقي بديل أمين الحارث اللي من المواهب الكبيرة. نعم. بتلاقي يوسف بوفال اللاعب المفتاح المهاري جدا. ففي في نجوم كبيرة بالمنتخب المغربي. هي قدرة الركراكي على التعامل معهم، هيدي ميزه، قدرته على انه كيف يوظفهم ويستفيد منهم ويخلي التركيز موجود وكل واحد يقبل بدوره، هذا امر كتير كبير. فمنتخب المغربي فريق توليفي بهذا الزمن، جاي بوقت مناسب، توليفه جميلة جدا مع بعض. صحيح. بوقت واحد، بزمن واحد، متكاملة من كل العناصر. حتى السايس، هذا القائد، هذا اللاعب الكبير على مستوى القيادة، على مستوى الذكاء، على مستوى بناء اللعب من الخلف، على مستوى التسجيل. صحيح. والمتابعة. ففي لعيبة كتير مميزين، ما عم نحكي عن حكيمي وعن زياش ومرابط. فريق أنا برأيي كل مقومات الفوز بالبطولة. نحن عندنا كل الأسباب للرشح للبطولة، كل الأسباب، لكنه بالنهاية هل هو قادر يتعامل مع هذا الضغط؟ وضع حاله تحت ضغط كبير، وهذه بطولة صعبة جدا. لنشوف لأين. ونتمنى في نفس الوقت عودة المنتخبات العربية مرة أخرى، خاصة في الجولة الثانية، أن تنافس وأن تحقق الفوز. الآن الضغط على المنتخبات العربية أن تعود، كابتن منير، الآن كلها أن تعود وتحقق الفوز في الجولة الثانية. أصبحت الضغوطات كبيرة. رأيك اليوم؟ تفضل كابتن، في لك تعليق. المباراة الثانية هي الأهم. نعم. نتذكر أهم لحظة بتاريخ الأرجنتين بالمونديال، أهم لحظة بتاريخ ميسي، هي بالدقيقة 62 ضد المكسيك، عندما سجل الهدف اللي راح فيه، اللي ضمن انه صحيح. طلع من مشكلة السعودية، فاز بالمكسيك وراح على مباراة بولندا. كانت لحظة مهمة جدا، لأنه لما يفوز بالمكسيك كان الفريق الأرجنتيني ما كان تأهل على الدور الثاني. نعم. فالمباراة الثانية هي كثير مهمة. طيب كابتن، رأيك اليوم في مستوى الشيبي ظهير اليسار اللي عوض يحيى عطية الله، خاصة بأن هذا المركز ليس مركز الشيبي، هو يلعب ظهير يمين اليوم، لكن اليوم كيف تقيم هذا اللاعب الآن من خلال مشاركته في مباراة تنزانيا؟ الشيبي تعتبر من اللاعبين الممتازين عندنا في المغرب، لانه كان لعب في الدوره تاع سميتو الدوره العربيه، لانه كان مع المدرب عموته في كأس العرب. منتخب كأس العرب مع، فهو أبلى البلاء الحسن في هذه المباريات. الشيبي من اللاعب اللي هو يعني لاعب اللي ممكن انه يعطيك اضافه حتى على المستوى الهجومي. شفناه في الربع ساعه الاخيره او نصف ساعه الاخيره في الشوط الثاني، انه اعطى اضافه للخط الهجومي، لانه لاعب مهاري، لاعب سريع، لاعب قوي في الالتحامات. المشكل اللي عند الشيبي وبعض الاحيان كيخرج شويه على السيطره، لان كان من الممكن انه يتفادى اليوم الكارت الاصفر
يخدع، لان البطوله طويله ونعرفوا ان صحيح. حتى بالنسبه لدكه التحتيات خصوصا على مستوى اصابه مزراوي فاحنا ما عندناش يعني بدائل كثيره، فكان على يعني الشيبي انه يتفادى هذا الكارت، لانه يعرف ان حتى بالنسبه لنا ان عندنا هذا المشكل في هذا المركز. وهنا يعني كتطرح علامه استفهام حول يعني التهيئ النفسي لهذا اللاعب، لان كنظن لان كانت عطيه الله هو اللي كان حيلعب، لانه عطيه الله حتى البارحه كان هو اللي في التشكيل، ولكن اظن كانت اصابه هي مفاجئه اللي خلت ان الشيبي يدخل. والشيبي حتى على مستوى الاعداد البدني، لان لما اعداد الذهني لما كيكون لاعب تقريبا عارف نفسه انه مش هو اللي لاعب، يعني كان لاعب عطيه الله وبعدين في اخر لحظه يطلع يلعب، فكتكون بعض الاشياء اللي ما كيكونش يعني بتركيز 100%. ولكن كنظن ان في مباريات الماجيه، لان شفنا في اخر الشوط الثاني فالشيبي عرفناه، الشيبي الحقيقي، الشيبي اللي كيساعد في الهجوم، الشيبي اللي كيمشي للالتحامات، الشيبي اللي ما كيديرش اخطاء كثيره. فالحمد لله ان يعني حتى كانت كابتن شكوك حول الزياج وسايس عدم مشاركتهم في المباراه، لكنهما شاركا واديا بشكل كبير، حتى سايس سجل الهدف الاول كذلك. نعم كانت اصابات خفيفه، وكنظن ان حتى بالنسبه اليوم شفتي حتى سايس ولا زياش، يعني زياش كان في المستوى العالي لانه النجم نقول انا كانوا نجمي اليوم، كان أناحي وكان زياش، وكنعرفوا ان قوه المنتخب المغربي في الثالوث اللي كنتكلموا عليه اللي هو في اليمين حكيمي زياش أناحي، لان ثالوث خطير، ثالوث اللي كيخلق اللاعب اللي شكل خطوره خصوصا في الشوط الاول على مرمى تنزانيا. هنا يعني بالنسبه لسايس كنعرفوا كقائد، سايس دائما ما يبادر او يكابر كما كنقولوا في الاصابات، اللي شفنا في يوم المباراه المنتخب في كاس العالم كان مصاب صحيح. ومع ذلك لعب بقوه، لعب بشراسه، لعب لانه كيتعتبر هو مش غير لاعب عادي ولكن لاعب قائد، لاعب اللي كيعطي نموذج تاع اللاعب يعني اللي هو يخص يكون عليه اللاعبين الاخرين، كيعطي يعني صوره مصغره للاعب المنتخب المغربي، لاعب المحترف، لاعب اللي عنده تجربه كبيره وباع كبير، واللي هو كنعتبره انا مدرب ثاني داخل رقعه الملعب.